لو بصينا على أي جهاز إلكتروني حوالينا هنلاقي جواه عالم تاني خالص، عالم معقد ومليان تفاصيل زي اللي شايفينها دي. في شرح النهاردة هنركز على بطل الصغير كده بس مهم جدا في العالم ده، قطعة أساسية موجودة في كل حاجة حرفيا، من أول الموبايل اللي في إيدينا لحد التلاجة اللي في المطبخ. كلنا بنعمل الحركة البسيطة دي كل يوم تقريبا من غير ما نفكر فيها خالص. بس يا ترى حد فينا واقف وسأل نفسه هو إيه اللي بيحصل جوه الجهاز لما بلف الزرار ده؟ الحقيقة أن السر اللي ورا الحركة دي هو مفتاح نفهم بيه عالم الإلكترونيات كله. الحكاية كلها من أبسط لعبة أطفال لأعقد كمبيوتر في العالم بتتلخص في كلمة واحدة: التحكم. التحكم في الكهرباء. تخيلوا معايا كده إن الكهرباء دي نهر كبير ماشي بقوة، وإحنا بقى اللي بنقرر سرعة تدفقه هتبقى إزاي وكميته قد إيه وهيمشي في أنهي اتجاه. طيب، إزاي بقى بنتحكم في نهر الكهرباء ده؟ عن طريق حاجة اسمها المقاومة الكهربائية. الموضوع بسيط جدا، تخيلها بالظبط زي حنفية المية. كل ما بنقفل الحنفية شوية المية اللي نازلة بتقل. نفس الفكرة بالظبط، كل ما نزود المقاومة التيار الكهربي اللي بيقدر يعدي بيقل، بنعمله إعاقة يعني. وهنا بقى بيجي دور البطل بتاع حكايتنا النهاردة، المقاوم أو الريزيستور. دي هي الأداة الفعلية اللي بتطبق مفهوم المقاومة جوه كل الأجهزة بتاعتنا. هو الجندي المجهول اللي بيظبط أداء كل حاجة في صمت ومن غير ما نحس دي. والمقاومات دي نقدر نقول إنهم عيلتين كبار. العيلة الأولى هي المقاومة الثابتة، ودي قيمتها ثابتة ما بتتغيرش أبداً، زي ما يكون طريق سرعته محددة وخلاص. والعيلة التانية وهي الأهم في قصة الراديو بتاعتنا هي المقاومة المتغيرة. دي بقى اللي بنقدر نغير قيمتها بإيدينا، فنعلي بيها الصوت أو نوطيه، أو حتى نتحكم في شدة إضاءة لمبة. وتحت كل عيلة من دول في بقى أشكال وأنواع وقدرات مختلفة كتير. الفكرة عاملة زي الصندوق العدة كده، لكل مسمار مفك معين. هنا برضو لكل دايرة إلكترونية المقاومة المناسبة ليها بتختلف في شكلها وفي المادة اللي مصنوعة منها وكمان في قدرتها على التحمل. طيب، بنقيس قوة المقاومة دي بإيه؟ يعني بنقول المقاومة دي قوية أو ضعيفة إزاي؟ بوحدة قياس اسمها الأوم، ورمزها زي ما شايفين كده أوميجا. زي ما بنقيس المسافة بالمتر والكيلومتر، بنقيس المقاومة بالأوم والكيلو أوم والميجا أوم. وهنا بقى بيجي سؤال مهم جدا وذكي، القطعة دي ساعات بتكون أصغر من حبة الرز، فإزاي يعني ممكن نكتب عليها قيمتها بالأوم؟ هل مثلا الفنيين والمهندسين بيقعدوا يخمنوا؟ لا طبعا، أكيد في سر للموضوع ده. السر كله موجود في لغة بسيطة وعبقرية جدا، لغة الألوان. الحلقات الملونة اللي بنشوفها على كل مقاومة دي مش مجرد شكل حلو خلاص، لا، دي شفرة دقيقة جدا بتقول لنا كل حاجة محتاجين نعرفها عن المقاومة دي. ده بقى القاموس اللي هنفك بيه الشفرة. والموضوع على فكرة أبسط مما نتخيل. كل لون له رقم، الأسود 0، البني 1، الأحمر 2، وهكذا. أول لونين من الشمال بيدونا أول رقمين في القيمة. أما بقى الشريط التالت ده هو اللي بنسميه المضاعف، وده ببساطة بيقول لنا هنحط كام صفر جنب الرقمين اللي طلعناهم. بس ثانية واحدة، نقرأ من أنهي ناحية؟ القاعدة الذهبية هنا بتقول بص على المقاومة، شوف الشريط الذهبي أو الفضي فين وخليه دايماً على إيدك اليمين. القراية لازم تبدأ من الناحية التانية، من الشمال لليمين. دي أهم خطوة عشان القراية كلها تطلع صح. تعالوا بقى ناخد مثال عملي عشان الموضوع يثبت. معانا مقاومة ألوانها بالترتيب من الشمال: بني، أسود، برتقاني. طيب، الشريط الأول بني، قيمته من الجدول كام؟ 1. جميل. الشريط التاني أسود، قيمته إيه؟ 0. كده بقى معانا رقم 10 اللي هو 1 و0. الشريط التالت لونه برتقاني وقيمته من الجدول 3. بس استنوا، ده شريط المضاعف، فده معناه أننا هنضيف 3 أصفار، يبقى النتيجة هي 10 وجنبها 3 أصفار، يعني 10,000 أوم، أو ببساطة شديدة 10 كيلو أوم. طيب، فاكرين الشريط الذهبي أو الفضي اللي قلنا بنخليه على يميننا؟ أهو ده له شغلانة تانية مهمة قوي، وهي إنه بيحدد نسبة الخطأ أو دقة المقاومة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو الشريط ذهبي فده معناه إن نسبة الخطأ 5% بالزيادة أو النقصان. فالمقاومة بتاعتنا اللي قيمتها 10,000 أوم، قيمتها الحقيقية في الواقع ممكن تكون أي رقم بين 9,500 و 10,500 أوم. وكل ما نسبة الخطأ دي قلت كل ما كانت المقاومة أدق، وطبعاً أغلى. تمام. ممكن كل ده يبان تفاصيل تقنية زيادة عن اللزوم، يعني إيه أهمية كل الدقة دي في قطعة أصغر من حبة الرز؟
هنا بقى بنبدأ نشوف الصورة الكاملة ونفهم الأهمية الحقيقية للمقاومة في عالمنا. تخيلوا معايا إن أي دايرة إلكترونية هي مدينة ضخمة وشوارعها زحمة، والتيار الكهربائي هو العربيات اللي ماشية في الشوارع دي. المقاومات بقى هي إشارات المرور اللي بتنظم الحركة في المدينة دي. من غيرها هيحصل تصادمات وحوادث وكوارث والمدينة كلها هتقف. مقاومة واحدة بس قيمتها غلط ممكن تحرق مكون غالي جدا أو تخلي الجهاز كله ما يشتغلش أصلا. لو اعتبرنا إن الإلكترونيات دي أبجدية لغة كاملة، فالمقاومة هي يدوب حرف الألف. لكن في أبطال تانيين كتير مستخبيين جوه أجهزتنا، كل واحد فيهم له قصة وسر ووظيفة عبقرية. مستعدين نكتشف باقي الأبطال الخفيين دول؟ ده اللي هنعرفه في المرات الجاية.